السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مريم، مريضة زيبة وفشل كلوي، بوعي عن المرض. ناس كتير بتدخل تسألني انا شعري بيقع، الزيبة بتوقعلي شعري، الغسيل بيوقعلي شعري، شعري خف، حواجبي خفت، يعني تستعملي ايه وكده. في بنوتة اعرفها بتعمل تركيبات وتعمل حاجات للشعر بزيوت طبيعية حلوة جدا. انا جبت منها من قبل ما اتعب، كنت جايبة منها حاجات للبشرة والحاجات وكده، بستعملها. فبقيت بقى من ساعة ما تعبت وانا الدنيا زادت عندي اكتر واكتر، استعملت حاجات كتير بصراحة. حاجات ركنتها على جنب وجبت بقى حاجات البراندات المعروفة، والحاجات المعروفة مفيش عاملة معايا اي نتيجة. جبت منها السيرم بتاع الحواجب. بص، انا واكلاه هي مكان، هو مش كده بس انا واكلاه، هو حرفيا يعني حاجة كده تحفة، يعني لدرجة ان انا جايبة منها واحد تاني. آه ضوافري، انا ضوافري متدمرة بمعنى الكلمة بسبب الغسيل. وجايبة منها السيرم بتاعها برضو، السيرم بتاع الضوافر. انا كنت في فرح من فترة، فركبت ضفر بالصاروخ. ضفري شبه ان هو اتحرق، يعني شبه ان هو اصلا محروق، متاكل جدا، يعني كان بايظ خالص. قعدت احط في السيرم بتاعها، بصراحة تحفة جدا. يعني اي حد بيدوروا على حاجة للضوافر، حاجة للحواجب والرموش برضو، آه مش عارفة اقول. الليب جلوس بتاعها تحفة تحفة. وبتعمل برضو حاجات للشعر وحاجات للبشرة، بادي ميست وبادي لوشن وحاجات كتير قوي. ده اللي انا جربت منها. بجد انصح الناس ان هي تستعمل الحاجات دي بتاعتها، حاجات طبيعية جدا وفعلا بتجيب نتيجة. هو مش اعلان، وحاجات دي انا شاريها بفلوسي. بس يعني انا زي ما بوعيكم وبنصحكم بحاجات، انا بنصحكم بان انتوا تروحوا تجيبوا منها الحاجات دي. مش شرط ان احنا نروح نجيب من براندات ونجيب من حاجات معروفة وهي اصلا حاجتها مش يعني حاجتها اصلا بتجيبش نتيجة. بس دي فعلا البنت دي حاجتها بعد بالظبط اسبوعين تلاقي النتيجة بتاعتها ظهرت جدا. هحط لكم اللينك بتاعها في الكومنتات، وياريت تخشوا تشتروا منها او تخشوا اصلا تتابعوا البيج بتاعتها. هتلاقي الدنيا معاها حلوة جدا. ودي جاية لكم على البشرة. سلام.